حكايتنا النهاردة هتعجبكم قوي قوي. اسمعوا للآخر واحكموا. حكايتنا النهاردة بنوتة جميلة قوي 16 سنة كانت بتتكلم فيديو، وانتوا عارفين بقى الفيديو هو ما يحتويه مكالمة. الفيديو دخل عليها باباها وشافها في الوضع ده. تفتكروا باباها عمل ايه؟ علاتي يا زبادي. يلا بينا نبدأ حكايتنا النهاردة مع بعضينا. حكايتنا حكاية حلوة قوي قوي، حكاية ياسمين. ياسمين بنوتة في سن 16 سنة، ولكن هي في أسرة محترمة جدا. ممنوع وغلط وعيب. اتعرفت خلال دروسها وخلال معارفها ببنوتة صاحبتها اسمها زهرة. زهرة كانت دايما تلف على كل الشباب اللي في الدنيا، وتعرف ده وتعرف ده وتعرف ده وتعرف ده. اما بنوتتنا الحلوة فما كانش ليها في اي علاقة نهائي، ولا كانت تعرف حد. وفضلت بالتدريج، فضلت ياسمين تعترض على حياتها سنة سنة بالتدريج. اللي شايفة زهرة عايشة حياتها بالطول وبالعرض ومبسوطة قوي قوي، بدأت تقول لها ايه ده، انتي ازاي مش معاكي موبايل؟ ايه ده، انتي ازاي مامتك وباباكي رن رن رن؟ ايه الصداع اللي احنا فيه ده؟ بدأت ياسمين فعلا تحس بان هي مختلفة، وان هي ليه مش زي زهرة، وان زهرة معاها موبايل حديث قوي، مع ان اهلها ممكن مقدروش يجيبولها الموبايل ده، وان هي فعلا بتتكلم صح. بدأت بقى تحكي لها عن مغامراتها وعن حكاياتها. بدأت ياسمين تركز قوي قوي. وفي يوم من الايام قالت لها خلاص يا ستي، قالت لها انا نفسي اتعلم وابقى براحتي كده واضحك واهزر. قالت لها انا عارفه انتي عامله زي ضرفة الباب الخشب، الشيخة اضحكي وهزري، حد واخد من الدنيا حاجة يا بنتي؟ كله بيضحك على كله. وبعدين دلوقتي هتعرفي بعد كده تختاري صح، عشان لما تيجي تتجوزي تقعي واقفة، ما تقعيش واقعة وميتة ونايمة. قالت لها طب قوليلي اعمل ايه؟ قالت لها انا هقولك. عموما يا ستي علاء مديني ميعاد النهار، هروح اقابله، تعالي واقعدي من بعيد. قالت لها طب وانا من بعيد هعمل ايه؟ قالت لها اخف منك يا شقية. انتي عايزة تتعلمي كل حاجة بسرعة قوي قوي؟ قالت لها بصراحة انا زهقت، طولت قوي في الادب والاخلاق، وعايزة خلاص بقى اتمتع بحياتي. قبل ما تحكموا على القصة كملوا للاخر، خلينا نكمل. قالت لها خلاص اتفقنا، الساعة 6 في ميعاد الدرس، طبعا مش هنروح وهنروح نقابله. قالت لها خلاص اتفقنا. ودي كانت قاعدة معانا وهو بيمسك ايدي ويسلم عليا قوي قوي، وطبعا واحنا قاعدين بنضحك ونهزر ايده جت كده على كتفي، وهي شايفة وخلاص محمرة وشها ومش عارفة تتصرف. وراح قال لي علاء ايه؟ قلت له لا براحتك على الاخر. دي هتتعلم مننا، بس طبعا بصوت واطي. راح قال لي من عيون الاتنين. وبدأت ايده كمان مرة واحدة كده يغلط، وكأني بيحوش ايده من على كتفي فيلمس فيها، كأني كانت زي الكهرباء عليها. طبعا عشان اول مرة، ولكن مع الوقت انا علمت ياسمين كل حاجة، وبالتدريج كانت بتجيلي البيت عندي، تيجي تسأل عليا ونشرب مع بعض الشاي، بحاجة ان احنا هنخلص الدروس بتاعتنا وهنروح نذاكر مع بعض. اصل احنا دايما نشجع بعض على المذاكرة. كله الا المنهج. وفعلا ياسمين كانت بتروح لزهرة، بدأت تتعلم منها وتشوفها، وهي بتقول لها لا خلاص يا علاء روح انام. فبتقول لها انتي قفلتي مع ليه؟ قلت لها حبيبتي كل حاجة ليها وقتها، هو وقته خلص. قلت لها يعني ايه هتعملي ايه؟ قالت لها هروح بقى افتح الفيديو واتكلم، علشان سكتت كده. وقالت لها بصي اسكتي بقى خليكي ساكتة، اقعدي هناك عشان ما تطلعيش في الصورة معايا وتعلمي مني. فعلا بدأت تتعلم منها،
مرة ورا التانية صممت ياسمين مع باباها ان هي في عيد ميلادها اللي قرب قالت لها ان هي نفسها في موبايل يا بابا. باباها رفض وقال لها يا بنتي امكانيات ما تسمحش، ولكن زهرة عشان تشجع ياسمين على الغلط جابت لها الموبايل. الفلوس معاها كانت كتيرة، بس مش الموبايل الحديث طبعا، بس موبايل على الاقل بيبقى فيه كاميرا ويفتح نت وفي فيديو والكلام ده. لا خد يا ستي، انا جبتلك الموبايل اللي كان نفسك فيه، بس انتي يبقى قسطتي لي تمنه بقى كده بالتدريج، نص هدية ونص التاني تديهولي تمنه يعني. قالت لها خلاص ماشي اتفقنا، شكرا قوي يا زهرة. قالت لها عيب عليك يا ياس، ده احنا هنبقى زمايل. قالت لها لا ده انتي اختي اكتر من زميل. وفعلا بدأت تتعلم منها هي بتعمل وتنفذ بالحرف الواحد هي بتاع، لدرجة لما يجي ضغط كتير قوي على زهرة كانت بتبعت لياسمين وشحن من هنا على شحن من هنا على معرفة ايه من هنا على ايه من هنا. وفي مرة وفي يوم من الايام الاب حس ان بنته خلاص اتغيرت، ان في حاجة غريبة. دخل عليها مرة واحدة وشافها في نفس الموقف وقال لها ايه ده، ايه اللي انت فيه ده، انت بتعملي ايه، والموبايل ده بتاع مين، انا مش قلتلك معيش فلوس اجيبهولك، ومين دي اللي جابتلك الموبايل، وصاحبتك منين وتعرفيها من امتى. وطبعا حست ان باباها هيفتح معاها حوار كبير قوي وسين وجيم. انفجرت قدام باباها وقالت له انا تعبت، انا عشت كتير في الادب والاحترام مبقتش قادرة. ما كانش حل عند باباها غير انه خد موبايلها وحطها في البيت، وما بقاش تكلم زهرة دي تاني، لغاية ما حس ان بنته فعلا اتعدلت ورجعت بنته حبيبته تاني لحضنه. بس طبعا مع وقت طويل قوي قوي، ومع اني كمان زهرة حاولت مرة واتنين وتلاتة وعشرة، ولكن باباها كان دايما يطردها، يقولها ياسمين ما تعرفش الناس اللي زيك، ياسمين بنتي اخرها اوضتها وبس، امشي يا بنتي روحي لاهلك خليهم يربوكي. ودي كانت حكايتنا النهاردة. احتووا بلادكم وطبطبوا عليهم وحبوا فيهم قوي، علشان ما يلجأوش للحب من بره. والوسط حلو، لا نشد قوي ولا نرخي قوي، كل حاجة في المعقول بتبقى احلى واحلى واحلى بكتير قوي قوي. ولا ايه رأيكم؟ زي ما قلت لكم اسمعوا الحكاية للآخر عشان هتعجبكم قوي قوي. واتمنى حكايتي النهاردة تكون عجبتكم، وكلكم ما تسمعوش كلام اي بنت زي زهر. خليكوا واثقين من نفسكم ان الحل هيجيله الحل ولغاية باب بيته، ما تجروش ولا حد. توحشوني قوي للحكاية اللي جاية. باي باي.